السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض قصة الفواكه بطريقة سهلة وسريعة، ما ياخدش معانا وقت ولا مجهود، وكمان حاجة جميلة جدا في وقت الصيف. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لحضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجة هنقول بسم الله. انا هنا معايا نص كيلو من اللبن، ابتدي انزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر وادوبهم كويس بالشكل ده. وبعد كده ابتدي انزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاسترد. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبتدي نقلب الكاسترد بالشكل دوت. اهم حاجه ان هو ما يتقلش معانا، قوام الكاسترد لازم يكون وسط. ابتدي اقلبه بالشكل ده وابتدي انزل عليه بالفانيليا السايله. بجد من الوصفات الجميله جدا في وقت الصيف، حاجه كده منعشه جميله جدا تشرفك قدام ضيوفك. اهو دي من الحلويات المغذيه جدا لان فيها فواكه وفيها لبن. سكر الكاسترد على حسب الرغبه، انا هنا ما زودتش السكر عشان عامله حساب الفواكه بتكون مسكره. ابتدي ان انا انزل الكاسترد بالشكل دوت في طبق خارجي وابتدي ادخله التلاجة يبرد. وبعد كده ابتدي ان انا اقطع الفواكه بالشكل ده، اي نوع فاكهه اللي متوفر عندك في البيت. ابتدي اقطع الخوخ بالشكل ده. انا هنا استخدمت معايا خوخ واستخدمت معايا كانتالوب، ابتدي اقطعه بالمكعبات بالشكل ده. وكمان استخدمت برتقان، ابتدي ان انا اقطعه بالشكل ده، بس اخلي بالي ان احنا لازم نطلع البذر منها كويس. وابتدي ان انا اقطعه مكعبات بالشكل ده. وبعد كده ابتدي ان انا اقطع موز حلقات بالشكل ده. وبعد كده اجيب العنب ابتدي ان انا افصصه بالشكل ده. واجيب قراصية واقطعها بالشكل ده. وكان عندي مشمش مجفف ابتدي ان انا اقطعه بالشكل ده. ده كده الفواكه اللي انا استخدمتها معايا في الوصفة، شايفين جميلة ازاي؟ خلاص كده الكاسترد بتاعنا برد معانا، ابتدي انزل عليه بالفواكه بالشكل ده واقلبه كويس مع بعضهم. حاجة كده من اللي بترطب على القلب، بجد حاجة جميلة جدا. واكون مجهزة معايا الكاسات وابتدي ان انا اصب فيها الفواكه والكاسترد بالشكل ده. عايزة اقول لكم بجد حاجة جميلة جدا، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، في 10 دقايق تطلع معاكي احلى حاجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.